ايه اللي يخلي جيش كامل يدخل يقتل عشرات الالاف من المسيحيين؟ ازيكم. القصة بدأت لما الملك ماركيانوس نفى البابا ديسكوروس لجزيرة اسمها غغرة، وعين بورتاريوس بطريرك مكانه. لكن أساقفة مصر رفضوا يتعاملوا مع بورتاريوس ولا مع قرارات مجمع خلق دنيا اللي كان بيعلم إن المسيح ليه طبيعتين منفصلين. ورفضوا كمان رسالة لاون أسقف روما. الأقباط كانوا متمسكين بتعليم آباء الكنيسة إن المسيح طبيعة واحدة متجسدة من اللاهوت والناسوت، زي الحديد مع النار. النار ما بتتأثرش بالضرب، لكن الحديد بيتأثر، وده اللي بيدي قيمة كبيرة لآلام المسيح من أجل خلاص البشرية. وبورتاريوس اتغاظ جدا من رفض الأقباط ليه، فجاب معاه قوات الحكومة وهاجم الأديرة والكنايس ونهبها وخد أوقافها، وبقى عنده ثروة ضخمة. لكن في يوم هجم عليه لصوص بالليل وقتلوه وسرقوا اللي معاه. أصحابه راحوا للملك وقالوا له أتباع ديسكورس هم اللي قتلوه، هم اللي قتلوا البطريرك اللي انت عينته. الملك اتعصب وبعت جيش كبير قتل حوالي 30 ألف مسيحي. بعد فترة مات الملك ماركيانوس وجه مكانه لاون كبير. الأساقفة استغلوا الفرصة ورسموا الأب تيموساوس بطريرك على اسكندرية، وعلى طول عقدوا مجمع ورفض مجمع خلقدونيا. لكن أعداء الكنيسة قالوا للملك اللي قتلوا بورتاريوس رسموا بطريرك من غير إذنك. فالملك غضب ونفى تيموساوس وأخوه أنطوليوس لجزيرة غغرة. قعدوا هناك 7 سنين، ولما جه الملك لاون الصغير رجعهم. ساعتها اتفق تيموساوس مع بطرس بطريرك أنطاكيا، وعملوا مجمع كبير في العاصمة من حوالي 500 أسقف، وأكدوا فيه رفض مجمع خلق دنيا، وتمسكوا بتعليم إن المسيح طبيعة واحدة متجسدة. وبعتوا تقارير للملك. الملك وافق وأصدر منشور إن الكل يتمسك بالتعليم ده. وبكده اتحد كراسي اسكندرية والقسطنطينية وأنطاكيا وأورشليم فترة طويلة في وحدة الإيمان. والكنيسة النهاردة بتحتفل يوم 23 مصر باستشهاد 30 ألف مسيحي في اسكندرية، وإن دمهم ما راحش هدر لكنه بقى بذرة للحياة الأبدية.